في ناس شايفة الجيش المصري واحد من أقوى جيوش المنطقة، وفي ناس تانية شايفاه مجرد قوة كبيرة من غير أنياب حقيقية. الغريب إن الاتنين بيستخدموا نفس الصور ونفس الأرقام ونفس الأخبار. طب إزاي جيش واحد يبقى مخيف عند ناس ومبالغ فيه عند ناس تانية؟ هل القوة العسكرية بتتقاس بعدد الدبابات والطيارات، ولا بالقدرة على السيطرة والردع والاستمرار وقت الضغط الحقيقي؟ الفيديو ده مش معمول علشان يقول الجيش قوي أو ضعيف، هو معمول علشان يفكك القوة زي ما هي: بشر، سلاح، تنظيم وتجربة، من غير شعارات ومن غير تهويل. لو عايز تعرف الجيش المصري قوته فين فعلا، كمل، لأن اللي جاي أعقد بكتير من مجرد أرقام. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعامل مع ناس كبار. العقيدة العسكرية المصرية الحالية هي نتاج صدمات متراكمة. نكسة 1967 ما كانتش مجرد هزيمة عسكرية، دي كانت انهيار منظومة كاملة: قيادة، تسليح واتصال. بعدها الجيش المصري فضل 6 سنين في حرب استنزاف، ودي مدرسة قاسية علمت الضباط معنى النفس الطويل والضرب المحدود والتعامل مع عدو متفوق تكنولوجياً. حرب أكتوبر 1973 كانت نقطة التحول، مش لأنها انتصار مطلق، لكن لأنها إعادة الثقة وغيرت مفهوم القتال. عبور، تحصينات، دفاع جوي، تنسيق بين أفرع القوات المسلحة. بعد الحرب القيادة المصرية أدركت إن الاعتماد على مصدر واحد للسلاح خطر قاتل، لازم يمشوا مع بعض. اتفاقية السلام سنة 1979 فتحت باب جديد. الولايات المتحدة بقت المورد الأساسي، والمساعدات العسكرية السنوية لعبت دور كبير في تحديث السلاح والتدريب. لكن مصر ما رهنتش بكل أوراقها. أوروبا دخلت كمصدر بديل، وروسيا فضلت موجودة في بعض الملفات. التنويع ده خلق ترسانة معقدة، لكنها أقل عرضة للشلل في حالة الخلاف السياسي مع طرف واحد. الجيش المصري من حيث الأفراد واحد من أكبر الجيوش في العالم. التقديرات بتتكلم عن أكتر من 440 ألف فرد في الخدمة الفعلية ومئات الآلاف في الاحتياط. لكن القيمة الحقيقية مش في الرقم، في طريقة الاستخدام. مصر عندها حدود برية وبحرية ضخمة، أكتر من 1200 كيلومتر حدود برية، وسواحل بتقرب من 3000 كيلومتر. القوات دي مش متركزة في معسكرات مغلقة، لكنها منتشرة: تأمين قناة السويس، حماية الحدود الغربية مع ليبيا اللي بقت ساحة مفتوحة للسلاح والمرتزقة، تأمين الحدود الجنوبية، وسيناء اللي فضلت مصر عمليات معقدة لسنين. ده معناه إن الجيش بيتعامل يومياً مع مهام استنزاف بطيئة، مش معركة واحدة وخلاص. التجنيد الإجباري رغم انتقاداته بيدي الدولة قدرة على تعبئة سريعة، وبيخلق احتياطي بشري ضخم، لكن ده بيحتاج إدارة تدريب وانضباط علشان الجودة ما تنهارش. خلال آخر 10 سنين التركيز زاد على التدريب الأساسي والانضباط وتقليل الخسائر غير القتالية، وده باين في تطور الأداء في المهام طويلة الأمد. القوات البرية المصرية مبنية على فكرة واضحة: حماية الإقليم، مش إسقاط عواصم بعيدة. العمود الفقري هو التشكيلات المدرعة والميكانيكية، وعلى رأسها دبابات أبرامز M1A1 اللي بيتم تجميعها محلياً. وجود خط إنتاج محلي نسبياً مش بس بيوفر دبابات، ده بيخلق منظومة صيانة وقطع غيار بتقلل الاعتماد الخارجي في وقت الأزمة. المدفعية ذاتية الحركة وراجمات الصواريخ بتدي القوات قدرة على تشكيل أرض المعركة بسرعة، خصوصاً في مساحات مفتوحة زي الصحراء الغربية. وحدات المشاة الميكانيكية والعربات المدرعة مصممة للتحرك لمسافات طويلة وتأمين مناطق واسعة. تجربة سيناء فرضت تغييرات حقيقية: اعتماد أكبر على الاستطلاع، استخدام الطيارات بدون طيار، دمج معلومات استخباراتية من مصادر متعددة، والتركيز على عمليات دقيقة بدل الحملات العشوائية. التجربة دي رغم تكلفتها حسنت قدرة الجيش على السيطرة الأرضية المستمرة، وده عنصر حاسم في أي صراع منخفض الحدة. القوات الجوية المصرية من حيث العدد ضمن الأكبر في المنطقة، لكن استراتيجياتها مختلفة عن دول بتسعى للتفوق التكنولوجي المطلق. الأسطول متنوع: F-16 للمهام اليومية، مقاتلات أحدث للضربات الدقيقة، وطائرات إنذار مبكر لربط الصورة الجوية. الميزة هنا مش في إن كل الطيارات من أحدث جيل، لكن في إن المهام موزعة بذكاء.
الطيارات الأقدم بتشيل العبء اليومي، وده بيحافظ على ساعات الطيران للطيارات الأحدث. التدريبات المشتركة خصوصاً المناورات متعددة الجنسيات رفعت مستوى التنسيق والقدرة على العمل في بيئة تشويش وحرب إلكترونية. نقطة الضعف النسبية تفضل في قدرات التزود بالوقود جواً وفي الذخائر بعيدة المدى عالية الدقة، لكن الاتجاه العام هو التحسين التدريجي مش القفز المفاجئ. الدفاع الجوي المصري من أكتر عناصر القوة تجاهلاً في الإعلام، رغم إنه من أعقد الشبكات في المنطقة. المنظومة مبنية على طبقات بعيدة، متوسطة، قصيرة المدى، مع ربط شبكي بين الرادارات ومراكز القيادة. الفلسفة هنا مش منع أي اختراق، لكن رفع تكلفة الهجوم لدرجة تخلي الخصم يعيد الحسابات. حماية القناة، المطارات، القواعد الجوية والمواني أولوية مطلقة. الشبكة مصممة بحيث إن فقدان عنصر ما يؤديش لانهيار المنظومة كلها. البحرية المصرية شهدت أكبر طفرة في تاريخها الحديث. الهدف واضح: تأمين قناة السويس والقدرة على التعامل في البحر المتوسط والأحمر. امتلاك حملات مروحيات، فرقاطات حديثة، كورفتات وغواصات ديزل متطورة نقل القوى البحرية من قوى ساحلية لقوى إقليمية. القواعد الجديدة اختصرت زمن الانتشار ورفعت الجاهزية. القدرة على مرافقة قوافل، تنفيذ إنزال محدود أو فرض وجود بحري مستمر عنصر ردع في حد ذاته. ده غير إن البحرية بقت أداة سياسية بتوصل رسالة حضور بدون طلقة. مصر مش دولة تقدر تختار إنها تكون ضعيفة عسكرياً، الجغرافيا بتحكم. قناة السويس مورد اقتصادي حيوي، وحدود طويلة مع مناطق غير مستقرة، وكثافة سكانية عالية محتاجة استقرار دائم. أي خلل أمن كبير بيترجم فوراً لأزمة اقتصادية. عشان كده الاستثمار العسكري هنا مش طرف، لكنه بوليس التأمين. صحيح الميزانية محدودة، لكن الأولويات واضحة: حماية الممرات، الردع، والقدرة على التدخل السريع داخل الإقليم. مصر ليست الأكثر تقدماً تكنولوجياً في المنطقة، لكنها من أكثر الجيوش توازن. قوة بشرية كبيرة، دفاع جوي معقد، بحرية قادرة على العمل في مسرحين، وقوات برية معتادة على الانتشار الطويل. فأفريقيا هي في الصف الأول بلا جدل، عربياً ضمن القمة. مع اختلاف نماذج القوة بين الدول، القوة الحقيقية للجيش المصري هي إنه مصمم للتعامل مع الواقع مش السيناريوهات الخيالية. حماية اقتصاد، ردع تهديدات، وإدارة أزمات طويلة النفس. ودي قوة ما بتبانش في الاستعراضات، لكن بتظهر وقت الجد. في أي تقييم عسكري جاد في عوامل دايماً بتقع خارج الجداول، من أهمها الاستدامة. الجيش المصري بيتعامل مع فكرة الاستدامة كعنصر أساسي مش تفصيلة سنوية. القدرة على تشغيل تشكيلات كبيرة لفترات طويلة من غير ما يحصل انهيار في الجاهزية أو المعنويات، دي مسألة مرتبطة مباشرة بالبنية الإدارية والعقيدة التنظيمية. هنا بنشوف تركيز واضح على وجود مخازن إمداد قريبة، قواعد متعددة، وخطوط إمداد داخلية قصيرة نسبياً مقارنة بدول بتعتمد على قواعد خارجية أو انتشار بعيد. عامل تاني مهم هو القيادة والسيطرة. خلال آخر 20 سنة حصل انتقال تدريجي من نمط القيادة المركزية التقيلة لنمط أكتر مرونة، بيسمح بقدر من المبادرة على مستوى التشكيلات المتوسطة. ده معناه إن الجيش المصري بقى لا مركزي بالكامل، لكن بقى فيه وعي إن سرعة القرار في الأزمات المحدودة أهم من انتظار التعليمات التفصيلية. التجربة في سيناء وتأمين القناة وحتى إدارة الكوارث غير العسكرية لعبت دور في التحول ده. كمان لازم نحط في الاعتبار إن الجيش المصري بيشتغل تحت قيود اقتصادية حقيقية. ميزانية الدفاع المصرية أقل بكتير من ميزانيات دول خليجية أصغر حجماً، ومع ذلك مصر بتحاول تعوض ده بالتخطيط طويل المدى وإعادة استخدام المعدات والتركيز على ما يخدم الجغرافيا مباشرة. مش كل قطعة سلاح جديدة هي إضافة حقيقية. أحياناً الحفاظ على الجاهزية وتحديث الموجود بيكون أكتر فعالية من شراء منصات غالية. أخيراً، في عنصر نادر ما بيتناقش: العلاقة بين الجيش والمجتمع. الاعتماد على التجنيد الإجباري مع كل عيوبه خلق نوع من الارتباط العضوي بين المؤسسة العسكرية والكتلة السكانية. ده ليه تبعات سلبية وإيجابية، لكن في لحظات التهديد الوجودي أو الأزمات الممتدة الدولة بتكون عندها قاعدة بشرية فاهمة طبيعة المؤسسة وقابلة للتعبئة النفسية قبل العسكرية. العامل ده صعب القياس، لكنه تاريخيا لعب دور مهم في قدرة مصر على الصمود. لو جمعنا كل العوامل دي مع بعض بنوصل لنتيجة واضحة: الجيش المصري في 2025 مش جيش استعراض ومش جيش ضربة واحدة، هو جيش مبني على فكرة الاستمرار، الحضور الدائم، والقدرة على منع الانهيار قبل ما يحصل. وده في بيئة إقليمية مضطربة يعتبر في حد ذاته شكل من أشكال القوى الاستراتيجية. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟
تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر. ولا تلومن الا انفسكم. عيب